السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض القراقيش. ان شاء الله هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه قوي، كمان مقاديرها باذن الله تكون متوفره في البيت. هنعملها من غير تخمير ومن غير حليب او زبادي او لبن رايب. هنعملها بالميه بس. طريقتها جميلة جدًا وريحتها فوق الوصف، هتعملوها هتعجبكم أوي. لو إحنا بنشتغل وبنحب إن إحنا ناخد معانا أي حاجة بس سهلة كده وسريعة، هناخد القراقيش دي، أو لو الأولاد بيحبوها نحطها لهم في الlunch box كمان. مغذية جدًا وطعمها رهيب. أحلى من اللي يعني من اللي بنشتريها كمان من الأفران. حاجة ضامنينها وضامنين هي معمولة إزاي. طبعًا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، كمان كومنت حلو عشان اعرف ان الوصفة عجبتكم. هنا هوريكم قد ايه القراقيش متماسكة جدا بعد ما حطيناها في الشاي بلبن. يعني مش هتتهري معانا ومش هتطرى خالص. هتحتفظ بقوامها جميلة جدا جدا وطعمها فوق الوصف. جربوها وان شاء الله تعجبكم. اول حاجة هبتدي ان انا اجيب كيلو من الدقيق، هنخله طبعا واحطه كده في بولة. هضيف عليه معلقتين كبار من السكر وكمان نص معلقة من الملح. هقلبهم بقى كويس جدا كده مع بعض واركنهم على جنب علشان نعمل الخميرة اللي احنا هنشتغل بيها. هجيب كوباية احط فيها كوباية مية، طبعا الكوباية دي مقدارها اكتر من كوباية مية. فهحط كوباية مية وعليها معلقة كبيرة من السكر، كمان ظرف من الخميرة او يعني معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلبهم بقى كويس جدا كده واسيبهم بقى شوية حوالي 5 دقايق على ما اتأكد ان الخميرة دي يعني شغالة كده ومش بايظة خالص. هجيب بقى دقيق تاني كده معايا وهضيف عليه كوبايتين الا ربع من السمنه. السمنه تكون دافيه كده شويه. ممكن نستخدم كوبايه سمنه وكوبايه الا ربع من الزيت، او نبدل يعني على حسب الحاجه المتوفره او على حسب احنا بنحبها بايه اكتر. هبتدي اني اضيف 3 معالق كبار من السمسم، وطبعا السمسم اختياري، مش حابه تضيفيه عادي خالص مش هيأثر على الوصفه بس بيديها طعم حلو جدا. هبتدي اني يعني ابس كده العجين. يعني هاخد بقى العجينة كده واحطها بين ايديا وابتدي ان انا ابسها لحد ما كل الدقيق يعني يتغلف او يتشرب بالسمنة اللي انا ضفتها. يعني عايزاه كل كمية الدقيق تتغلف تماما او تشرب السمنة اللي انا ضفتها دي. الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي العجينة تنجح معايا، كمان بتخلي القراقيش هشة جدا وطعمها فوق الخيال. هابتدي ان انا ابس بقى العجينه كويس قوي، وبعد ما بخلص بسها يعني هبتدي ان انا اجيب الخميره. وهنا الخميره بصوا نشطه معايا ازاي. هنزل بقى شويه كده بشويه. طبعا ما نزلش كميه السوائل مره واحده علشان كل نوع دقيق بيختلف تماما عن نوع الدقيق التاني. في انواع طبعا بتاخد كميه اكبر وفي انواع بتاخد كميه اقل. بعد ما بخلص كميه الخميره لقيت العجينه انها محتاجه معايا شويه من الميه. جبت حوالي نص كوبايه من الميه، كله بنفس الكوباية اللي انا بعاير بيها. هعجن كده واحط شوية بشوية من المية لحد ما اتأكد ان العجينة معايا مش احتاجت اي مية خالص. العجينة معايا مش هتاخد النص كوباية، هتاخد نص كوباية الا معلقة كبيرة. وطبعا العجينة بتاعة القراقيش ما بتكونش بتلزق معايا، بتكون ملمسها بصوا هش جدا والطريقة قوي، بس ما يعني مش بتلزق خالص معايا. هفضي بقى العجينة كده على الرخامة، وطبعا الرخامة يعني مغسولة كويس جدا. هبتدي ان انا اخد قطعة كده من العجين واشتغل بقى فيها. هعملها على شكل رول. هبتدي ان انا اخد يعني العجين بقفلها كده على بعضها، طبعا الفيديو موضح لحضراتكم. وهبتدي ان انا ابططها كده بايديا لحد ما اعملها بالسمك اللي انا حباه. ممكن تعملي العجينة سمكها رفيع، سمكها متوسط، سمكها تخين، على حسب انت بتحبي القراقيش باي سمك. ده طبعا اعمليها. هابتدي ان انا اقطعها، وطبعا تقطعيها على حسب برضو الحجم اللي انت حباه. ممكن تعمليها ارفع من كده، ممكن تعمليها اتخن من كده، على حسب انت بتحبي ايه. بعد ما بخلص الكميه برصها كده في الصينيه، وبعدين هبتدي ان انا اشكل بقى شويه بالتمر. هجيب كده في طبق. هبتدي ان انا يعني هنا هبتدي ان انا اجيب طبق واحط فيه قطعه كده من التمر. هضيف عليها معلقه كبيره من السمسم، وكمان حوالي معلقه كده صغيره من السمنه، طبعا علشان التمر يطرى معايا ويبقى سهل الفرد. هعجنها بقى كويس جدا جدا، وبعدين اركنها بقى على جنب وابتدي ان انا اشكل باقي
كمية العجينة. طبعا احنا ممكن نعجن او نحط في العجينة من الاول خالص شمر وينسون او شمر بس، على حسب احنا بنحبه ولا لأ، بيديله ريحة جميلة جدا وكمان طعم حلو قوي. وممكن بدل التمر ان احنا نحشي بالملبن برضو، هيديها طعم حلو جدا للناس اللي بتحب الملبن. هفرد بقى العجينه كده كويس قوي، يعني ابططها خالص، انا عايزاها سمكها رفيع. هبتدي ان انا احط كده التمر في نص العجينه بس، وبعدين هقفل النص التاني على بقيه التمر. بعدين هبتدي ان انا ابططها تاني كده بفردها، وبعدين هشيل بقى اي زوايد يعني انا مش حباها. وكمان سمك العجينه هنا انا بوريكم قد ايه، بصوا هي رفيعه عن طبعا اللي ما بيبقاش فيها حشوه. هخلص بقى كل الكمية وبرصها كده في الصينية، وبعد ما برصها انا بقى دلوقتي هسيبها تختمر. هنسيبها تختمر على حسب طبعا درجة الحرارة اللي موجودة عندك في بيتك، كمان على، بصوا هي بيتضاعف حجمها، اول ما بيتضاعف حجمها بنبتدي ان احنا ندخلها الفرن. بدخلها طبعا لو انا عايزة القراقيش، هنا طبعا اختمرت معايا وتضاعف حجمها. لو انا عايزة بقى القراقيش تكون ناشفة معايا من جوه كده، هبتدي ان انا ادخلها على فرن درجة حرارة 160. اول ما بتاخد لون من تحت بشغل عليها الشواية تاخد لون دهبي من فوق. طبعا هتاخد وقت اطول. لو انا حباها تكون طرية كده شوية، هبتدي ان انا ادخلها فرن على درجة حرارة 200. برضو اول ما بتاخد لون من تحت هشغل عليها الشواية، طبعا على حسب انت بنحبها طرية ولا ناشفة. دي بصوا شكلها روعة جدا، لونها كمان حلو قوي. نرصها كده اوريكم شكلها قد ايه. يعني خفيفة، وكمان لو كلتي واحدة تبقي عايزة تاكلي اتنين وتلاتة. طعمها رهيب جدا وهتعجبكم قوي، كأننا شغالين كده في الفرن. من كتر الروايح اللي موجودة في البيت هتملى بيتنا خير وبركة. وكمان يعني انا من الناس اللي بتحب ريحة المخبوزات جدا جدا في البيت، تدينا يعني احساس كده بالخير بشكل. يعني بحب ان انا اعمل اشكال كتير، وطبعا عملت القرايش قبل كده وعملت انواع من القرص وحاجات كتير جدا في القناة. لو لسه ما شفتهاش ادخلوا بس القناة ودوروا فيها، هتلاقوا فيديوهات كتير جدا جدا هتعجبكم. بصوا هوريكم كمان قد ايه القراقيش لما حطيناها في قلب الشاي بلبن، ما طريتش او اتهرت معايا خالص، بالعكس احتفظت بقوامها تماما. وكمان يعني كمان على قد ما احتفظ بقوامها هي طرية برضو. انا مش شفتهاش ما حبيتهاش تبقى ناشفة، بحبها ان هي تكون طرية بس كمان ما اتهرتش معايا. اهم حاجة بقى لو وصلتوا الفيديو لحد اللحظة دي ما تنسوش بقى تقولوا رأيكم، الفيديو عجبكم ولا لا، وكمان تشجعوني علشان يعني قناتنا تكبر بيا وبيكم ان شاء الله. واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.